صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نخلي الفرخة الرومي ترقد على البيض، وقلت لكم ان الفيديو ده هيكون ان شاء الله عن البيض اللي احنا هنرصه تحت الفرخة الرومي، غير البيض بتاعها اللي هي راقدة عليه. هي راقدة على 12 بيضة بس، ليها بيض رومي بس 12. فانا حبيت استغل ان هي راقده وكده عشان عندي برد، اسفه. حبيت استغل ان هي راقده وكده، واستغل الموضوع ده واحط لها بيض كمان. يعني انا عندي ده بيض فراخ، ممكن تحطي انتي بيض بط لو عندك، وممكن تحطي بيض رومي لو في مجال ان انت تشتري بيض رومي مخصب تحطيه تحتها، يبقى تمام قوي. مفيش، يبقى عندك بيض الفراخ البلدي، وده طبعا هيبقى متوفر عند اي حد عنده فراخ. هتقولي لها مثلا قبلها بفتره ان انت عايزه بيض مخصب. لو انت عندك فراخ بلدي حوشي لهم البيض زي ما انا عملت كده. انا بقالي مثلا شهر بحوش دلوقتي، لما اول ما البيض باضت ابتديت ان انا احوش للبيض بتاع الفراخ، عشان قلت ان شاء الله احطه تحتها حتى لو كانت باضت اكتر من كده، لان هي بتنام على اي كميه بيض. ده البيض بتاعها اللي هي بيضاه وهي نايمة عليه، هو مش نضيف علشان هي بتعمل حمام عليه وكده. وده البيض انا رصيته اهو على البيض بتاعها. ده كل البيض اللي انا حطاه لها عشان تنام عليه، البيض البلدي، الفراخ البلدي، والبيض بتاعها. هي كمية ما شاء الله حلوة يعني. هي الفراخ الرومي ميزتها انها بتنام على اي كمية بيض زي ما انا قلت لكم قبل كده، وبتغطيها كلها، عكس غير اي طيور تانية. يعني البط له كمية معينة، ما اقدرش ارسله اكتر من 25 بيضة، واحتمال ما يطلعوش كلهم طبعا، واكيد ما يطلعوش كلهم. الفرخة البلدي لو هتنام برضو ما بيبقاش كمية كبيرة. الرومي ميزتها انها بتغطي اي كمية بيض، لانها بتفرد جناحاتها عليها وبتفرد ريشها، بتغطي اي كمية بيض. فده موضوع دي ميزة حلوة قوي فيها. ليه بقى انا عديت 10 ايام وحطيت البيض البلدي؟ عشان البيض الفراخ البلدي بيفقس بعد 20 يوم بس، والبيض الرومي بيفقس بعد 30 يوم في الشتاء، وبعد 27 يوم في الصيف. احنا دلوقتي في الشتاء، يعني هي هتقعد راقدة 30 يوم، فانا عديت 10 ايام ورصيت لها البيض البلدي، علشان بعد 20 يوم هيكون كله ان شاء الله باذن الله فقس، اشيلهم مع بعض واحضنهم مع بعض. ما اقعدش اشيل كتكيت لوحدها واحضنها لوحدها، لا، كله مع بعضه، وبخليهم مع بعض وربهم مع بعض. يعني انا متعوده على كده الحمد لله، وبيبقوا ناجحين معايا. لو بيض بط انت هتحطيه من اول ما تنام، لان بيض البط بيقعد من 30 ل 32 يوم، لكن بيض الفراخ البلدي بيقعد 20 يوم. متنسوش يعني الموضوع ده. ممكن انت تحطيه اول ما ترقد، تحطي معاها بيض فراخ، وبعد 20 يوم بالظبط تفتحي عليها تلاقي البيض فقس. ممكن تشيليهم وتشيلي الكتاكيت وتسيبيها نايمة على البيض بتاعها زي ما هي، هتفضل نايمة طول ما في بيض في القفص اللي هي نايمة فيه، هتفضل نايمة عليه. حتى لو البيض كله طلع ويفاضل بيضة واحدة بتفضل نايمة عليه. دي ميزة حلوة قوي في الروم يا جماعة. وممكن ترسلها بيض تاني بعد ما تخلص. يعني دلوقتي لو هي خلصت البيض كله فقس كله بإذن الله وشيلته ورصت لها بيض جديد، هتنام عليه تاني مدة تانية، ولما تخلصوا ورصت لها تالت هتنام عليه برضو. بس المشكلة في كده انها يعني ممكن يجرى لها حاجة. ليه؟ بتضعف جدا لانها ما بتاكلش كويس طول ما هي نايمة. فانت ممكن بس لو هتنيميها غير المرة دي يبقى مرة كمان وخلاص. بس. وده كان الفيديو بتاعي. لو في اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات، انا تحت امركم. متنسوش تعملوا لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله.